صباح الفل، صباح الهنا، صباح السمك القراميط الصحي اللي زي الفل. شايفين السمك القراميط ده بحري؟ في ناس طبعا تقول لك يا ده انا ما بحبش السمك القراميط، ده السمك قراميط بص صحي وعسل. بصوا بحري، البحري ده اللي هو بطنه ابيض، البطن اللي هو ايه النيلي اهو. بصوا بطنه بيضه ازاي، بصوا بطنه بيضه ازاي، لكن السمره اللي هي الوحشه، لكن دي النيلي كده عسل اهو. شايفين؟ صباحكم فل. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض. بصوا بقى يا حبايبي، طبعا انا دبحت القراميط ونضفته وتعبني عبال ما انا عملته. وانا دلوقتي ايه، اللهم صل على النبي، نقعاه ملح عشان يطلع الزماليق. القرموط كده بيبقى ناعم وبيطلع ايه الزماليق اللي فيه. نقعاه ملح واحط عليه ليمون عشان يطلع ايه الزماليق. لسه هغسله بدقيق بس مش النباتي، انا كده نقعاه بليمون وملح عشان يطلع الزملقه اللي فيه. اللي بياكل القراميط وبيحبها عارف انا بعمل ايه. وبعدين احنا هنعمله بقى ايه، صياديه كده في البايركس او برام لو عندنا. وانا عندي اللي بيحبه مقلي واللي بيحبه في البرام، فالاتنين يعني ايه شغالين كده. حطيت له ملح وحطيت له ليمون، والراس اهي فتحاها اهي، فتح الراس ومطلعه الغشيش اهي. بصوا بيضه زي الفل ازاي، نيلي نيلي مش بتاع الترعه، نيلي اهو. اللي بياكل القراميط عارف برضو النيلي من بتاع الترعه اهو. بصوا حبايبي بقى، احنا حطينا في الكبه عشان نعمل الخلطه بتاعت السمك. حطينا في الكبه حبه فلفل حاميين كده حلوين او بارد حسب رغبتكم. حطينا كمون، حطينا كزبره، حطينا ملح برضو حبه كده حلوين. هننزل بقى ايه بالثوم، حبه ثوم حلو لان ايه السمك ما شاء الله كتير. حطيت طماطمايه عشان ايه بتعادل، لو فلفل حامي ايه بتظبطه كده. وثلاث ليمونات مش هحطهم في الكبه، انا ايه هعصرهم بعد ما ايه اضرب الحاجات دي في الكبه. هنضرب الحاجات دي بقى ونرجع لكم حبايبي. بصوا السمك اهو، القراميط متبلاه وقشطه اهو. غسلته اكتر من مره، 5 6 7 مرات غسلته بالدقيق وخليته فل اهو، فل اهو متبل اهو. والراس اهي فتحاها، انا فتحاها كده. بصوا فتحاها كده. سايباه بقى يشرب من التتبيله، وعصرت له كمان ليمونتين عليه كده مع التتبيله. اللي بيعمل قراميط زي كده، في ناس على فكره ما بتقليهاش وبتحطها في البرام على طول، بس انا بحبها مقليه، وكل واحد وليه طريقه. اللي بيعمل بطريقتي يكتب لي في الكومنتات. يا حبايبي هنعمل بقى الايه، الصياديه بالبصل. ده قد كده، قد نص كيلو بصل. ده كده بالويم قد نص كيلو بصل وحبه زيت حلوين. دي بتاعت الصياديه. انا برضو ما بحمرهاش، انا بشوحها كده بس ما بحمرهاش وما بسيبهاش بيضه. وبعدين بنزل عليها لما باجي احط الطماطم معلقه من اللي هي الدقه اللي انا عاملاها بنزل عليها كده. لون البصله حلو قوي كده. ننزل عليها بقى ايه، الطماطم دي قد 2 كيلو، قد 2 كيلو كده طماطم عشان السمك كميه كتيره. بس ملح، حبه فلفل اسمر معاها برضو، كمون على كزبره، حبه بابريكا، معلقه معجون طماطم، نحط كمان كده معلقه، حبه دقه من اللي انا ضرباها اللي هحشي بيها السمك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. تعالوا بقى نعمل ايه. احنا كده نقعين السمك بميه، نقعين السمك بملح وليمون عشان السمك القراميط فيه زماليق، وبعدين يعمل الدم اللي هو ايه بتاع الذبيح.
عشان احنا دابحينه ففي دم، فهو عشان ينزل بقى ايه الحمار بتاعه كده في الميه الملح. هنعينه وندلق ميته ونغسله وندلق ميته لحد ما ميته تبقى زي البفتة، وبغسله بدقيق وحط له معلقه خل في النقعان برضو. تعالوا بقى نعمل ايه؟ البصل، نستغل الفرصه كده ونعمل البصل رز ببصله. بصوا التخديعه، عايزه اقول لكم الصياديه ريحتها تجنن. البصل طرنشات فيها كده، ولما يتحط كده على وش الصينيه كده من فوق بيبقى كده طعمه رهيب. عايزه اقول لكم ان انا حطيت لها ورق كزبره وورق شبت، عشان هي صياديه زي الكزبريه كده. اللي بيعملها كده زيي يكتب لي في الكومنتات. وممكن اللي عايز يعملها بصلصه بس مفيش مشكله، بس احنا بنحبها وولادي بيحبوها في قلبها كده الايه الخضره كده، الورق بتاعها. الله ريحتها تجنن. بقى رز ببصله، ضربت 3 بصلات كده في الكبه، ما جبتوهاش بس وانا ايه بضربها عشان ما اطولش عليكم كده. بقى خلاص اهي. بصوا القراميط عسل ازاي، عسل. شايفين بقى الطاجن، شايفين بقى البرام العسل دي والرز بقى كده فيها، شايفين؟ شايفين؟ قولوا اه شايفين.